اخواتي حبايبي الغاليين، كل عام وانتم بخير. دائما عودناكم على الجديد والحديث والمتطور. قبل كده اتكلمنا معاكم مع الازاز المانع للرؤيه مع العاكس. ازاي اعمل ازاز مانع للرؤيه مع العاكس، وايه الفرق بين الازاز العاكس والمانع للرؤيه. كان على القناه اللي قبل كده وحقق مشاهدات كتير قوي قبل كده، وكان في تواصل كتير واستمرار على السؤال ده، ولكن للاسف القناه حصل فيها عطل او سرقت او ما علينا. الحمد لله. اتمنى اللي مش معانا على القناه الجديده يخش ويعمل اشتراك ويفعل الجرس عشان عندنا كل ما هو جديد وحديث في عالم الانتاج والبي والمطابق الحديثه المتطوره. هنا ايه اللي معانا جديد وايه اللي معانا حديث؟ عملنا شباك يديك شكل الجورجيه من الداخل، ومن الخارج هيديك شكل العاكس، وفي نفس الوقت مانع للرؤيه تماما. انا دلوقتي قاعد داخل المكان محدش شايفني، لا اللي بره شايفني ولا اللي جوه شايفني، وفي نفس الوقت بحافظ على خصوصيتي ان انا لو عايز اشوف حاجه هفتح واشوف بنفسي، اشوف الدنيا فيها ايه. طيب نشوف ايه المحتويات بتاعته. هنا الازاز العاكس من الخارج مع الجورجيه، معرفش باينه معاكم ولا لا. هنا ازاز عاكس من الخارج، تمام. وهنا الازاز النشيجي او مصنفر او اي ازاز مانع للرؤيه من الداخل، والجورجيه يكون في الداخل. يبقى انا كده حافظت على خصوصيتي، تمام، وفي نفس الوقت حافظت على الشكل من الخارج مع القطاع الجميل، قطاع البي خامه ممتازه متميزه، وللعلم ينفع يركب على المثال، ينفع يركب على شريف علي حسن، ينفع يركب على اي حاجه. احنا دلوقتي بنتكلم على فكره الازاز. ايه الازاز؟ الازاز العاكس مع المانع للرؤيه. وهنا سلك جبنا الضلفه يمين او شمال، فتحنا الضلفه دي على الوضع ده، قفلنا كده سلكنا على الوضع ده. تمام. وهو ده الشباك الجميل اللي بنعرضه لحضراتكم علشان الكل يستفاد من الافكار بالنسبه للخصوصيه وبالنسبه للشكل من الخارج. اخواتي وحبايبي بحبكم في الله، ما تنسوش تصلوا على النبي.